واتساب عليكم يا يوتيوبيين ويوتيوبيات. النهارده حلقة جديدة هنتكلم فيها عن انك ايه احسن عجز سعرات انت ممكن تعمله علشان تخسر بيه دهون او تخسر بيه وزن. يلا بينا. الساعة دلوقتي 3 صباحا وانا بعمل الفيديو ده وانا نايم خالص، بس كونتنت لازم يتعمل. بنشرب قهوة الساعة 3، ما تسألنيش ازاي. انا ما عنديش مشكلة ان أنا اشرب قهوة وانام عادي جدا، وبتأثر الكافيين مش بيخليني صاحي يعني. المهم نخش في الموضوع. ازاي انك تعمل احسن عجز سعرات علشان تقدر توصل بيه للهدف اللي انت عايزه من خسارة الوزن او الدهون. اول حاجة عايزين نتكلم عليها هو حجم العجز نفسه. اوكي. خلينا متفقين ان حجم العجز مهم جدا، لانه بيبقى فيه عجز صغير وعجز كبير، بيختلف عن هدف كل واحد من التاني او المرحلة اللي كل شخص هو فيها. فاول حاجة انت عايز تعرفها ان انت لو في عجز صغير، ماشي، ولو نفترض مثلا اللي هو انت هتكون عايز تخسر 0.5 body fat في الاسبوع، 0.5 في المية دهون في الاسبوع، نص يعني نص في المية دهون في الاسبوع. اول حاجة ده هياخد وقت اطول، تمام. هياخد وقت اطول في انك تحقق الهدف ده. يعني هيبقى الاسابيع اللي انت محتاجها علشان توصل للاوبتيمال جول اللي هو الهدف بتاعك الاساسي، هيبقى ياخد وقت اطول. تاني حاجة مش هيكون آمم، يعني هيكون صعب علشان هو أطول، إنما آآ الأيام يعني من اليوم لليوم هيبقى أسهل لك. ليه؟ لإن العجز صغير، فأنت مش هتكون بتعاني من جوع، مش هتكون بتعاني من irritation اللي هو أنت متضايق، متعصب. عشان أنت لمّا بتكون في عجز كبير بتبقى جسمك محروم، فأنت بالتالي مش عارف تعمل حاجة، وبتبقى أنت متعصب ومتضايق وجعان وقرفان. فأنت لمّا بتكون في عجز صغير، من اليوم لليوم أنت عشان عجزك صغير فمش مأثّر عليك أوي، فبالتالي أنت الموضوع مش مقريفك، مش مضايقك، إنما هياخد وقت أطول على المدى الأسبوعي علشان تقدر توصل لخسارة وزن كويسة أو الهدف اللي أنت محدده لنفسك. طيب ولو العجز كبير، لو العجز كبير اللي إحنا مثلًا بنتكلم في 1% body fat في الأسبوع، 1% دهون في الأسبوع، فده أولًا هيبقى وقته أقصر إنك توصل للهدف الoptimal بتاعك، اللي هو اللي أنت محدده عشان توصل له، هيبقى وقته أقصر في الأسابيع، إنما مش هيكون أحسن حاجة من اليوم لليوم، هيبقى صعب جدًا عشان العجز كبير. فأنت بالتالي آآ كل يوم أنت بتبقى جعان، كل يوم بتبقى قرفان، مقريف، تعبان، ما عندكش طاقة، فبالتالي ما بيكونش أحسن حاجة من اليوم لليوم، إنما بياخد وقت أقصر إنك توصل للهدف بتاعك. طيب إحنا عندنا الحالتين دول، أول حل العجز الصغير، وتاني حل العجز الكبير، وزي ما إحنا شرحنا ده فيه advantages وdisadvantages، والتاني فيه advantages وdisadvantages، يعني حاجات حلوة وحاجات وحشة. طب هل في حاجة بقى ما بين الاتنين تريحنا من القصة دي؟ في. تعالَ ناخدها واحدة واحدة. العلامات اللي تقول لك إن أنت في عجز كويس الآتية: أول حاجة إن الأكل يكون عالي كفاية يناسب شدة التمرين العالية اللي أنت بتتمرّن بيها، علشان تقدر إن أنت تغذّي العضلات اللي أنت بتروح بتتمرّن عليها بشدة عالية وبتعمل لها تدمير، فبالتالي أنت محتاج تغذّيها عشان تقدر إن أنت تعيد بنائها من أول وجديد، بس طبعًا على صورة أكبر. زي ما إحنا عارفين أنت بتروح الgym، بتتمرّن، بتكسّر العضلات، بعد كده العضلات بتتبني عن طريق التغذية والراحة، ف بتبقى أكبر، يعني العضلة بتبدأ إنها تعمل layers أو طبقات علشان تحميها من التدمير ده كل مدى، فبالتالي العضلة بتكبر. فأنت محتاج إن الأكل يكون عالي كفاية يناسب شدة التمرين، فدي أول علامة يقول لك إن أنت في عجز كويس. تاني حاجة النوم الكويس. النوم أصلًا هو fat burner، يعني النوم عبارة عن مادة حرق، زي كده أمّا بتروح تشتري fat burner من المنتجات، هو النوم fat burner أصلًا. إزاي بقى؟ النوم لو أنت استغلّيته صح، نمت كويس، ساعات كويسة جسمك محتاجها في الأوقات الصح اللي جسمك محتاج فيها ينام، فالجسم هيبدأ يشتغل كآلة حرق للدهون وأنت نايم. والعكس صحيح، لمّا بيكون النوم مش كويس، سواء الساعات قليلة أو إن أنت مش نايم في المواعيد المناسبة،
لو مثلًا يومك متشقلب صبحك ليلك وليلك صبح، فبالتالي الجسم بيخسر عضلات، وفي نفس الوقت ما بيخسرش دهون وأنت نايم، فبيعكس المسألة تمامًا عكس الهدف اللي أنت عايزه. طيب إيه تاني حاجة؟ تالت حاجة، تالت علامة يقول لك إن أنت في عجز كويس، إن جوعك مش جامد أوي، يعني جوعك تقدر تعمل له handling، تقدر تستحمله، مش بيسبب لك أي stress، مش عامل لك أي ضغط نفسي، مش مأثّر على مهامك اليومية، يعني بتقدر تروح شغلك، بتقدر تروح تمرينك، بتقدر تروح تقضّي حاجة البيت، بتقدر إن أنت مثلًا تقضّي وقت مع عيلتك وأهلك ما عندكش مشاكل، في طاقة إنك تعمل كده، تلعب مع أولادك، الكلام ده كلّه. ومش بيأثّر على راحتك الشخصية لمّا تيجي ناحية مثلًا إيه، أنت تعبان، متضايق، محتاج إن أنت يعني زي ما تقول كده إيه، pull off some steam، اللي هو عايز تنفِّس عن نَفْسك. فلو أنت قادر أو لو أنت لقيت نَفْسك عادي بترتاح ما فيش مشكلة، دي حاجة كويسة. لو الموضوع مأثّر عليك ولقيت إن أنت لأ، مقريف ومش عارف إن أنت تتعامل مع الdownfall ده أو إن أنت في حالة نَفْسية مش كويسة ومحتاج ترتاح، فدي علامة مش كويسة. فإحنا عندنا ال3 factors دول أو ال3 حاجات دول، اللي هو الأكل إنه يكون مناسب للتمرين، النوم الكويس وجوعك مش جامد أوي، دول 3 علامات يقول لك إن أنت في عجز من السعرات كويس. طبعًا أي حاجة عكس كده هيقول لك إن دي علامة تقول لك إن أنت مش في عجز كويس. طيب bonus بقى هاقوله لك عشان تقدر إن أنت توصل للهدف ده بسرعة، أكتر سرعة ممكنة يعني. أولًا حدد هدف أسبوعي لخسارة الوزن، حدد يا إما جرامات أو كيلوات أو pounds أيًا كان الmeasuring unit اللي أنت بتستخدمها، حدد حاجة أسبوعية إنك إيه، تبقى أنت محدد نفسك عليها. تاني حاجة توقّف الdiet لمّا حاجة من ال3 دول أو كلّهم ما يبقوش ماشيين في الاتجاه المضبوط. يعني لو أنت دلوقتي على diet، أنت مثلًا بدأت diet بdeficit عالي أو بعجز عالي وفضلت ماشي، عدّى أسبوع، 2، ولقيت إن أنت بعد الأسبوعين دول لقيت إن حاجة من ال3 دول أنت مش مرتاح فيهم، لقيت إن أنت يا إما الأكل مش مضبوط مع التمرين، يا إما نومك مش كويس، يا إما أنت جعان بزيادة ومقريف وتعبان وقرفان، فبالتالي أنت محتاج إن أنت توقّف الdiet فورًا وتعمل حاجة اسمها recomposition، أو بلاش recomposition، هتعمل حاجة هترجع للmaintenance calories اللي هي السعرات الثابتة اللي بتخلّيك ثابت، اللي هي لا أنت معلّي ولا أنت موطّي. هترجع ل لسع ل أنا ما أعرفش اسمها إيه، أعتقد اسمها سعرات الثبات، أعتقد يعني. هترجع لسعرات الثبات علشان جسمك يبدأ إن هو يسترجع نَفْسه من أول تاني، يبدأ إن هو يوصل أو يرجع لحالته الطبيعية، إن هو ما يبقاش جعان، ينام كويس، يدّيك نوم عميق، يدّيك راحة أنت محتاجها، ما يدّكش stress، ما يدّكش قلق، ما يدّكش قرف في حياتك، وبعدين تبدأ ترجع تعمل الdiet تاني، مش مشكلة. طيب في exception للحالة دي، يعني في حالة شاذة للحتّة اللي أنا قُلتها دي، وهي إيه، هي لو أنت بتحضّر لحاجة جادة، زي مثلًا photo session، تصوير، أفلام، فيديوهات، أو طبعًا بطولات، دي طبعًا ليها سِكّة تانية خالص ما لهاش علاقة باللي إحنا اتكلّمنا عنّه ده، لإن بيبقى في variables تانية، variable يعني بيبقى في عوامل تانية. عوامل تانية. أتمنى تكون الحلقة فادتكم، وأتمنى تكونوا طلعتوا منها بمعلومات تفيدكم لو أنت واحد بتدوّر إن أنت تخسر وزن أو تخسر دهون، وبس كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لي thumbs up، اعمل subscribe للقناة لو أنت ما عملتش، روح اعمل لي follow على إنستجرام لو أنت مش عامل لي follow، أنت أو أنتِ طبعًا يعني، هتلاقي هناك في posts حلوة، هتلاقي في stories وحاجات تستفيدوا منها. ويا ريت ما حدش يقول لي أنت بتتكلم عن النوم الكويس وأنت الساعة 3:00 ومش نايم ومعاك قهوة، يعني ما تدخّلنيش في تفاصيل يا مدحت، ما تدخّلنيش في تفاصيل، تمام؟ اعمل subscribe للقناة لو أنت ما عملتش، واشوفكم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله.